يعرفون عن الإسلام إلا ما شاهدوه في فيلم الرسالة. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام الذي شاهدناه في فيلم الرسالة. هذا الفيلم الذي كله كذب وطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عين فقط. هذا الفيلم الذي يذيع بين الناس، والناس يعتقدون أن الإسلام ما شاهدوه في فيلم الرسالة. أين دور عمر في فيلم الرسالة؟ أين دور أبو بكر في فيلم الرسالة؟ هل ذكرت عائشة في فيلم الرسالة؟ هل ذكر الأصحاب في فيلم الرسالة؟ طعن في تاريخ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا رجعتم إلى مؤلف هذا الفيلم، نحن لا نبحث بكل صراحة، نحن لا نكلف عناء البحث أنفسنا. لو رجعنا إلى هذا الفيلم وإلى من أنتجه وإلى من وضع سيناريو هذا الفيلم، كلهم شيعة، كلهم من الروافد الذين يضمرون الحقد والعداء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوردون الروايات المكذوبة بهذا، قصة العنكبوت وقصة الحمامة وقصة بقر هند لبطن حمزة رضي الله عنه، والقصص المكذوبة التي أوردت في هذا الفيلم. لكن ما كلف المسلم يوما أن يراجع المصادر الموثوقة أو المصادر الصحيحة حتى غدا هذا الفيلم هو الإسلام. لكن العيب فينا أننا لا نطالع، وأننا لا نلقي بهذه الهمة، أو غير موجود، الهمة منعدمة على أن نقرأ تاريخ هذا الدين العظيم، تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هم أبناؤنا من تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم؟ التاريخ الذي يعتز به المسلم إخواني هو تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم. الاطلاع على هذه الشخصية العظيمة التي جاءت فتحا للعالم. رسول الله جاء فتحا للعالم، رسول الله الذي أنقذ البشر من عبادة البشر، رسول الله الذي أحيا القلوب، الذي أنار العقول، الذي أزال الصدع عن الصدور، الذي أعاد للمرأة حقها، الذي أعاد للرجل تكريمه، الذي أعاد للشفاه بسمتها، الذي أعاد للعقول صحتها، الذي أعاد